بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا بلال أحمد، والنهاردة هنتكلم عن اليوم ال 13 لينا في خطة ال 52 يوم ألماني. والنهاردة هنتكلم على ضمائر الملكية في اللغة الألمانية. النهاردة هنتكلم على 3 ضمائر فقط، اللي هو إزاي أقول ملكي أو ملكك أو ملك حضرتك. في عندي 3 ضمائر ملكية هنتكلم عليهم النهاردة، اللي هو ماين، داين، إيا. ماين، داين، إيا. ماين معناها ملكي، داين معناها ملكك، وإيا معناها ملك حضرتك. ولو تفتكر في الفيديو بتاع العيلة اللي احنا خدناه من يومين او 3، كان قلت لك ان ماين وداين وإيا بيجي بعدهم الكلمات اللي الارتكل بتاعتها ديا او دس. طيب لو انا دلوقتي الكلمة اللي انا عايز اتكلم عليها، انا عايز اقول لك مامتي، ساعتي، فلتي، اي حاجة الاداة بتاعتها دي، خلاص، فلازم نضيف حرف الاي في الاخر. لازم نضيف حرف الاي في الاخر. فانا دلوقتي عايز اتكلم على حاجة الاداة بتاعتها دي او الارتكل بتاعتها دي، فهقول مايني، هقول دايني، هقول ايغا. طيب تعالى ناخد امثله عشان نفهم الكلام ده. طبعا انت اول حاجه زي ما قلت لك لازم تكون عارف الاداه بتاعه الاسم المملوك او الحاجه اللي انت هتتكلم عليها. خلاص كده. طيب انا لو عايز اقول لك ملكي، هو ملكي ده اللي هو ملكي انا، فالضمير بتاعي ايش؟ فانا هستخدم ضمير ملكيه مين؟ ماين. ماين. الحاجة التانية قلت لك لازم تكون عارف الأداة بتاعة الكلمة، فأنا عندي الأداة هنا الدية أو دس، فأنا عايز أقول ملكي أو عربيتي، فهقول ماين أوتو. طيب عايز أقول عربيتك، هقول داين أوتو. داين معناها ملكك. طيب عايز اقول عربية حضرتك، فاقول ايا اوتو، يعني عربية حضرتك. ليه هنا قلنا ايا داين ماين؟ عشان الارتكل بتاعت الكلمات دي كلها مين؟ كلها دس. طيب لو الارتكل بتاعت الكلمه بتاعتي دي، يعني انا بتكلم على حاجه انا بمتلكها، الاداه بتاعتها دي، فهقول مايني. فانا عايز اقول الساعه بتاعتي، فهقول مايني اوا. طب ساعتك انت، يبقى دايني اوا. طيب ساعه حضرتك ايغا اوا. تمام كده. طيب تعالى ناخد مثال. انا هنا بقول لك ماين شولا كومت اوس اليكس. ماين شولا كومت اوس اليكس، الطالب بتاعي جاي من اسكندريه. فليه هنا قلت ماين؟ لان الشولا الارتكل بتاعتها ديا. خلاص كده، شولا الارتكل بتاعتها ديا. طيب هنا ماين ليغا زند نت، انا المدرسين بتوعوتي لطفاء. فليه قلت هنا مايني؟ لان ليغا جمع، وهنا عندي زند يبقى جمع. طيب انا دلوقتي عايز اقول لك ماين اوبا جدي. خلاص كده. und مايني اوما. خلاص، يبقى هنا مايني ليه؟ عشان هنا دي زند مايني Großeltern، هم اجدادي. خلاص، فهنا دي. خلاص كده. طيب يبقى انت دلوقتي عايز تتكلم على اي حاجه، اول حاجه لازم تعرف لي الاداه بتاعتها، الارتكل بتاعتها دي ولا دي ولا ده. طيب انا دلوقتي عرفت الاداه بتاعت مين؟ بتاعت الاسم اللي انا عايز اتكلم عليه. يبقى خلاص انا هنا بكتبه، سواء الاداه كانت دي او داس او دي. طبعا قلت لك هنا بتضيف حرف طيب تعالى ناخد كده شويه امثله عشان نفهم الموضوع اكتر. دلوقتي انا عايز اقول لك عربيتي جديده. طيب كلمه عربيه اسمها داس اوتو، صح؟ داس اوتو. تمام كده. طيب انا عايز اقول عربيتي جديده، يبقى هقول يبقى هقول mein Auto ist neu. خلاص كده. طيب تمام. انا عايز اقول عربيتك جديده، يبقى هقول عربيتك انت، يبقى هقول dein Auto ist neu. تمام. طيب عايز اقول عربيه حضرتك جديده، يبقى هقول هقول ihr Auto ist neu. تمام كده. يبقى انا دلوقتي اللي انا عملته؟ الكلمه اللي عندي الاداه بتاعتها داس، فقلت هنا ماين داين وهنا حطيت الحاجه اللي انا بمتلكها او اللي هو بيمتلكها. خلاص. وبعد كده حطيت صفه. طيب تعال ناخد مثال على دي. انا مثلا عندي دي او. انا عندي مثلا دي او. خلاص. الساعه. طيب انا عايز اقول لك الساعه بتاعتي جديده، يبقى هقول هقول meine Uhr
ist neu. طيب عايز اقول الساعة بتاعتك جديدة، يبقى deine Uhr ist neu. طيب عايز اقول ساعة حضرتك، يبقى هقول ihre Uhr ist neu. وهكذا بقى مع كل الكلمات. طيب انا عايز اتكلم مثلا على كلمة الأداة بتاعتها der، زي مثلا der Vater. أنا عايز أقول بابايا اسمه أحمد، فهقول إيه؟ mein Vater ist أحمد. طيب تمام، أنا عايز أقول والدك أو باباك اسمه أحمد، يبقى dein Vater ist أحمد. طيب أنا عايز أقول لك والد حضرتك اسمه أحمد، وهكذا. يبقى إيه؟ ihr Vater ist أحمد. تمام يا شباب، أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ده. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.